أنا زياد، شاب عادي جدا، مهندس أمن سيبراني. حياتي كلها بين أكواد وبرامج وسيرفرات. ماليش في الخروج كتير ومكتفي بشقتي اللي في الدور الأخير. بس في ليلة شتاء باردة كل الهدوء ده اتكسر على خبط مرعب على باب شقتي. فتحت الباب، لقيت جارتي الجديدة، ست كبيرة باين عليها الرعب، بتصرخ: الحقني يا ابني، بنتي بتموت. من غير تفكير سبت كل حاجة وجريت وراها على شقتها. دخلت أوضة ضلمة شوية، وهناك كانت الصدمة اللي غيرت حياتي. ليلى كانت فراشة بتطير، بلوجر رياضية مشهورة، بتلف الدنيا لحد ما عربيتها اتقلبت بيها في حادثة غريبة وفقدت القدرة على المشي. في زاوية الأوضة كان في قفص فيه عصفور جميل بس ساكت ما بيطلعش صوت. ليلى قالت لي بابتسامة حزينة: من يوم الحادثة وهو بطل يغني، كأنه اتكسر معايا. يوم ورا يوم بقيت أتحجج بأي حاجة عشان أنزل أشوفها، أصلح سلك، أظبط النت. بس الحقيقة إني كنت بشوف الدنيا من عينيها. حبيتها بجد. بس في يوم وأنا بصلح اللابتوب بتاعها بناء على طلبها عشان كان تقيل، عيني وقعت على فولدر مخفي متشفر. فضولي كمهندس خلاني أفتحه، وياريتني ما فتحته. الفولدر كان مليان صور، فواتير، ومكالمات مسجلة، كلها بتأكد حاجة واحدة: الحادثة ما كانتش قضاء وقدر. فرامل عربيتها اتقطعت بفعل فاعل، والفاعل ده مستحيل. طارق صاحب عمري وشريكي في شركة البرمجيات اللي تعبنا فيها سوا. طارق هو اللي عمل كده عشان يسرق براءة اختراع لتطبيق رياضي ليلى كانت مؤسساه، وهو اللي باع الفكرة باسمه وبقى مليونير على حساب شلالها. واجهت ليلى، انهارت من العياط. قالت لي إنها كانت بتجمع الأدلة عشان تنتقم، وإنها خبت عليا عشان خايفة عليا من طارق، لأنه ما بقاش طارق بتاع زمان، بقى إنسان طماع ومؤذي وممكن يقتل. مسكت إيديها وبصيت في عينيها اللي مليانة دموع وقلت لها: أنا مش هسيبك، إحنا مش بس هنجيب حقك، إحنا هندمره بالسلاح اللي بيفهم فيه. بدأنا الخطة. أنا وليلى بقينا تيم واحد. اخترقت سيرفرات طارق الخاصة، سحبت كل الإيميلات اللي بتثبت إنه دفع فلوس للميكانيكي عشان يبوظ الفرامل. المشاعر بيني وبين ليلى كانت بتكبر مع كل خطوة بنعملها سوا. كنت حاسس إن روحها بترجع ليها. بس طارق ما كانش غبي، حس إن في حد بيلعب في السيستم بتاعه. عن طريق تتبع عنوان الاي بي عرف إني أنا اللي ورا الاختراق. في ليلة النور قطع فجأة في العمارة. سمعت خطوات تقيلة على السلم. ليلى كانت معايا في الشقة بنراجع آخر ملفات. الباب اتكسر ودخل طارق، معاه 2 بلطجية. وشه كان مليان شر. ضحك بسخرية وقال: بقى أنت يا طارق تبيع صاحب عمرك عشان حتة بنت عجزة؟ ليلى صرخت فيه: أنت اللي خاين وحرامي، دمرت حياتي عشان الفلوس. طارق قرب منها وابتسم ببرود: وهدمر حياتكم انتوا الاتنين دلوقتي، ومحدش هيعرف عنكم حاجة. وبدأ يعترف بكل تفصيلة عملها: ازاي خطط للحادثة، وازاي سرق الفكرة، وازاي ناوي يخلص مننا ويخليها تبان كأنها حادثة سرقة. بس اللي طارق ما كانش فاهمه إن المهندس دايما بيفكر خطوتين لقدام. أنا ما كنتش مستنيه يقتلنا، أنا كنت مستنيه يتكلم. ابتسمت وقلت له: انت صح يا طارق، بس في حاجة نسيتها. بص في الكاميرا اللي فوق التلفزيون دي. طارق بص ولقى لمبة حمرة صغيرة منورة. كملت كلامي: انت طالع لايف دلوقتي على اكاونت ليلى اللي عليه 3 مليون متابع، وعلى كل قنوات السوشيال ميديا، وملايين الناس سمعوا اعترافك، والبوليس على باب العمارة من 5 دقايق. ملامح طارق اتغيرت للرعب المطلق. حاول يكسر الكاميرا بس كان فات الأوان. صوت سرينة البوليس ملت الشارع، واقتحموا الشقة وقبضوا عليه. في اللحظة دي بصيت لليلى، عينيها كانت بتلمع بدموع الانتصار والحرية. وفجأة الصوت اللي غاب سنين رجع. العصفور اللي في القفص بدأ يغرد بصوت عالي جدا ومليان حياة. ليلى بدأت رحلة علاج قاسية، بس المرة دي كانت متمسكة بالحياة. وفي يوم
قدرت تقف على رجليها تاني وهي سند عليا. العصفور الجريح اتعافى وطار من قفصه.